مش عارف، ملوخيه جت مع الجرجير. انا عشان بنازل بدري فالموضوع فرق في نفسيتي قوي بصراحه. فانزلوا بدري يا جماعه، اصحوا من النوم بدري نص ساعه ساعه مش هتفرق معاك في النوم. كده كده انت الواحد بيقوم بالعافيه، انت هتبقى مبسوط بنفسك. ونادر نادر جدا لما الواحد يحس الشعور ده. احنا اغلب الايام والوقت الواحد ما بيعملش حاجه غير انه بيجلد في نفسه، بيجلد في نفسه بس. ف نفسنا تستاهل ان احنا يعني نتعب عشانها شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير. الساعه حاليا 7 وتلت، بقالي شهر عايز اظبط الحته دي. 7 وتلت اقوم بدري يعني في العموم، وكان عندي رغبه كده، يعني هو اليوم مميز فكان عندي رغبه كده ان انا احاول يعني اقوم بدري شويه واتمشى من الشغل بصفاء ذهن، واعمل يعني حاجه كده ايه مختلفه تغير لي المود يعني او تكسر الروتين كده. فسبحان الله الحمد لله امبارح كان واول امبارح كانوا مميزين. الموضوع بدأ الحمد لله من اول امبارح. ثواني بس احط معلش بقى، حطيت المايك كده ايه عشان مش واثق ان الصوت يعني يطلع مظبوط عشان العربيات وكده. فالحمد لله اليوم كان بدأ من اول امبارح سبت. الكرب اللي كان عندنا اللهم لك الحمد يعني 10 شهور كرب كده، اخويا الحمد لله رب العالمين كان في محنه، واللهم لك الحمد عدت المحنه على خير ورجع بيته لاسرته يعني. بس فالواحد حاسس ان هو كده كان على قلبه جبل وعلى كتافه جبل كده، والبال ما كانش رايق. الحمد لله رب العالمين. فطبعا بدأ الاسبوع بدايه جميله ان احنا فرحنا وقضينا السبت وجينا لحد طبعا امبارح. اليوم بقى اجمل طبعا. ماتش المنتخب طبعا خلينا مطبقين. بس ماتش المنتخب ده عمل يعني الحمد لله ان هو خلص على فرحه وخير. بس برضه يعني عارف انت فضح الواحد قدام نفسه كده، اللي هو تخيل الواحد كان بيقعد يقول بالنسبه لصلاه الفجر الواحد بيبقى خايف يقوم يصلي لحسن مش هيقدر يعني ايه يكمل اليوم، لو قام مش عارف ينام، ولو نام مش هيقدر يقوم الشغل. فطبعا الموضوع ماتش المنتخب اللي كان الساعه 4 مع نيوزيلندا ده فضح الدنيا خالص بجد. قصتين حصلوا على مدار الكام يوم اللي فاتوا فعلا اثبتوا للواحد ان موضوع الكسل ده موضوع وهمي جدا جدا جدا. يعني انا المفروض اصلا عايز اتكلم على موضوع الكسل ده، ونزلت النهارده وانا مطبق ومش نايم وقبل الشغل بساعتين عشان خاطر اثبت لنفسي ان موضوع الكسل ده شيء فعلا وهمي وعامل لنا مشكله كبيره، واحنا مش مدركين حقيقته. بس يعني احنا احنا مديله حجم كبير جدا وفعلا مش مدركين حقيقته. بس انا هتحرك من المكان اللي انا فيه كده الاول، هروح ماشي قدام شويه كده عند الكوبري بحيث الدنيا تبقى هاديه شويه فوق الكوبري بتاع المديريه ده، واقرا الاذكار كده وانا ماشي اخلصها كده ونكمل الكلام ان شاء الله. قلت هتحرك كده يعني بمشي من طريق كده مختلف شويه بما اني معايا وقت، لسه معايا ساعه ونص على الشغل، فيعني بدور على ابعد مسافه وكده. انا بروح بالعجله في العموم كل يوم يعني. فطبعا ايه النهارده كان نفسي قوي بقى لي فتره بتاع، طب مش انا اروح الصبح بدري كده اتمشى الاول وبعد كده اطلع على الشغل. اجيب الكوبري كده من اوله هنا. المفروض ده الكوبري اللي في ميدان المديريه يعني. عايز اطلع اتمشى عليه لحد ما انزل في ارض الحريه، بس يا ربنا يستر يعني ساعات بيبقى خطر شويه لان العربيات ممكن ما تكونش واخده بالها. فان شاء الله نمشي كده ونخلي بالنا يعني. ان شاء الله بدأنا نطلع الكوبري اهو. بس فكنت عايز اتكلم يعني ان ايه الفترة اللي فاتت طبعا بسبب توقيت الصيفي. فطبعا توقيت الصيفي بيجي معاه بقى تأخير في النوم، يعني سهر وغصب عنك. يعني الواحد بيروح مثلا طبعا عبال ما يصلي العشاء، الواحد يصلي المغرب ويصلي العشاء بيلقى خلاص الوقت خلاص، يعني بتلقى الساعة 10 11 على ما تقعد مع الأهل والأولاد شوية بتلقى نفسك خلاص دخلت في 12 واحدة. ده ناهيك أصلا لو أنت ما عندكش أي مشاوير تانية. فطبعا مع تراكم الايام والسهر الواحد بيلاقي نفسه للاسف مرهق طول الوقت، مرهق وكسلان. ويعني لما بيبقى عندك خطط حتى المشاوير المهمه بقيت الواحد يفضل ياجلها، يعني بيبقى خلاص الواحد يستسلم للتعب والكسل يعني. بس والله يعني جيت طبعا ده مأزمني ان انا كنت ماشي على خطه كويسه بقى اكتر من 6 شهور الحمد لله. يعني ايه بحاول كده حاطط حاجات معينه في يومي كده، حاجات بسيطه في يومي بس متعدده، يعني بحيث ان الواحد الاجمالي بعد مده بيلقى نفسه ايه عمل انجاز كويس. معلش بقى بطلع كوبري.
فالحمد لله يعني ايه، طبعا لما بتيجي بقى المعدل ده بيقل مع الوقت بتحس بخنقه وضيق، يعني ان انت بتحس ان انت بترجع بقى لنفسك القديمه تاني، ونفسك القديمه الكسلانه اللي هي ما كانتش بتحب تعمل غير كل ما هو غير مفيد بترجع تاني يعني. بس فالحمد لله من عند ربنا جه موقف كبير قوي حصل، وهو ان جالي مشوار مفاجئ لاسكندريه برج العرب في يوم. يعني اليوم ده المفروض ان انا ما كنتش نايم كويس ورحت الشغل كمان، ومش هنمشي مثلا بعد الشغل على طول، لا ده انا همشي كمان ايه الساعه 10 11 بالليل. فاللي هو اصلا يعني لو انا بفكر انام هخاف انام قبل ما ارتب نفسي وحالي. وسبحان الله يعني وقد كان طبعا خلاص المخ خلاص ادرك الفكره، فخلاص ده بقى حاجه اجباري على الواحد، او مش موضوع اجباري، موضوع خلاص انت سلمت ان المشوار ده هيتعمل، ما خلاص بقى بترمي ورا ظهرك بقى انت عايز او مش عايز او هينفع او لا، طب انا مش نايم ولا نايم، ده خلاص ايه المخ ما بيفكرش فيه، فبيحاول يفرز ما اعرفش ايه الشعور ده. بس ده اللي حصل معايا فعلا. يعني انا جيت رحنا اليوم ده الساعه 11 ونص، المفروض هنركب اتوبيس مثلا الساعه 11 ونص 12، على ما وصلنا هناك اسكندريه كانت الساعه 7 ونص الصبح. طبعا كل ده صاحيين ومعانا اولاد صغيرين، والمشوار ده مش هنروح نرتاح، لا ده احنا هنروح المشوار ده هنعمل حاجه صعبه جدا جدا لمده كام ساعه، حاجه صعبه جدا يعني. الحمد لله يعني ربنا ما يكتبها على حد يعني، لمده كام ساعه وبعد كده ترجع تاني المشوار ده تاني. فسبحان الله يعني عشان المسؤوليه اترمت على عاتق الواحد وخلاص، بقى اهم حاجه انه خلاص انا اليوم ده لازم هيمشي، ايا كان لازم استسلم مش استسلم، اليوم ده كده كده هيمشي، فشئت ام ابيت هيمشي، فخلاص ركز في ايه اللي المفروض هيتعمل وارمي التعب ده، ربنا ايه ان شاء الله هيقوينا. وفعلا قد كان سبحان الله اليوم كله صاحي الحمد لله رب العالمين. اغلب اللي كان معانا ستات، وكنا طبعا كنا رايحين باتوبيس كبير، ناس ما نعرفهمش يعني، بس ايه كانوا رايحين نفس المشوار اللي انا رايحه، ومعايا اولاد اخويا وكده صغيرين يعني. فبقدر الامكان حاولت بدات اساعد، احاول اللي معاه شنطه تقيله اشيل معاه مش عارف ايه. الحمد لله انا حاولت بقدر الامكان، لان بحكم ان انا يعني الشاب الصغير اللي فيهم يعني، وما كانش معانا غير بس هو السواق وراجل كبير واستاذ تاني كده برضه كان معاه شيله تقيله يعني. فالحمد لله سبحان الله يعني اليوم ده انا رجعت، طبعا رجعت بقى على ما رجعت هنا وصلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رجعنا الساعه حوالي 10 ونص بالليل. يعني مثلا كنت خلاص باقي ساعه ولا نص ساعه واكمل 24 ساعه رايح جاي، سفر متعب ومشوار صعب. ولكن الشاهد من الكلام اللي انا قصدي اقوله عليه، الايام العاديه سبحان الله لما ابقى شغال ويجي لي مشوار بعد الشغل ببقى كسلان جدا مش عايز اعمله. طبعا انا يا جماعه راجع من الشغل تعبان، طب اجل، طب خليها يوم تاني، يوم ابقى اجازه مش عارف ايه. لما جه مشوار مفاجئ زي ده سبحان الله ما تعرفش ايه اللي حصل، يعني تحس ان الواحد بقى حد تاني، يعني مش انا اللي في المكان ده. طب ايه ده، طب ايه موضوع الكسل ده؟ فالواحد بقى بدأ يركز مع الموضوع. فعلا موضوع الكسل ده يعني مش موضوع ان الواحد تعبان بقى ولا حاجه، ولا موضوع ان الواحد مش عنده وقت ولا حاجه. طبعا لما جيت قعدت بحثت كده في الكسل واشوف رأي الصالحين والتابعين في الكسل، وهل الرسول عليه الصلاه والسلام طبعا اصلا الدعاء بتاع اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فذكر طبعا العجز والكسل، يعني استعاذ منه، معنى ده محطوط في وسط حاجات صعبة جدا يعني، هم وحزن وحاجات فعلا لو اتجمعوا على الانسان ممكن حاجه واحده منهم لو اتجمعت على الانسان ممكن اصلا تبقى مهلكته يعني. بس سبحان الله يعني ايه، لقيت ان الصالحين الراي العلمي الديني ان الكسل ده عباره عن انسان مسلوب الاراده او ارادته ضعيفه في انه يفعل الخير برغم القدره على فعله. يعني ايه؟ يعني مش ان انت مش قادر اصلا تعمل خالص الخير، لا ده انت هتقدر تعمل الخير ده بس للاسف اصابك شيء من هذا الكسل يعني. وطبعا بقى الاراء بقى ان الكسل ده اساس كل شر، والكسل بيخليك تعرض عن الخير وما بيخليكش تعمل غير كل ما يضرك وكل ما يسيئك. فده لما اصلا لقيت التعريف ده اصلا ريحني. الكسل ما هو الا حاله، يعني حاله وهميه، يعني الكسل واحد يحس ان هو فعلا تعبان بس هو مش التعب اللي هو مخليك قاعد قعيد مش قادر تعمل حاجه مثلا يعني. توصل طبعا حالات لا اراديه كده على الواحد انه فعلا بيبقى اوقات تحس ان هو اطرافه مشلوله ومخه تعبان مرهق مش قادر. بس سبحان الله الموضوع لما جيت جربت في الحاجات المكتوبه اليوميه
انا اتعودت ان الحاجات تبقى اكتبها من بالليل عشان انفذها الصبح، فثبت بعض الامور اللي لازم تتعمل يوميا. فطبعا اتكلمت في كذا فيديو قبل كده على الموضوع ده، فلقيت ان الموضوع سبحان الله ايه، مجرد ان انت تبص على الحاجه اللي انت طبعا محطوطين بالترتيب، فلازم تاخد حاجه حاجه وتنفذها. يعني مخلي كل حاجه صغيره لوحديها، بحيث ان انا مثلا يوم 2 اسبوع هتلاقي عندك ايه، انت انجزت مهمه كبيره جدا. يعني مثلا زي القراءه مثلا، طبعا الحمد لله رب العالمين، يا رب يتقبل. بس ان الورد القراني اصلا هتلاقي عندك يعني خلاص بعد فتره اتعودت عليه. يعني خلاص الورد القراني ده انت اتعودت عليه خلاص. الاذكار مكتوبه برضه خلاص اتعودت عليها، فبقت شيء اساسي بعد مده. طبعا في الاول الموضوع بيبقى صعب، بعد ما اصلا ما كناش بنقرا خالص، وبعد ما كانش فيه اصلا غير هي اوقات صفحه او صفحتين وساعات لا خالص. فالحمد لله رب العالمين بالتدريج لحد ما الواحد عود نفسه انه خلاص الورد القراني ده اساسي، مع الاذكار دول اساسيين، زائد بقى الذكر والحاجات اللي انت ايه بتملى بيها اليوم دي، عشان خاطر برضو ده الرصيد اللي يعني اليوم ما ينفعش يبقى عدي كده وانت مش عامل رصيد. يعني بجانب بقى ان انت مثلا عاده القراءه، بس طبعا القراءه دي احنا الواحد كان بيسمع القراءه دي يا سلام، يا بخت الناس اللي بتعرف تقرا. بس بيعرفوا يقراوا ازاي يا جماعه؟ يعني القراءه دي اصلا ازاي اصلا؟ فعلا كان الموضوع صعب جدا في البدايه. وطبعا بقى الطرق الغلط ان انا لما جيت اقرا للاسف قرات بقيت ايه، اشوف مين اللي بيقرا ايه، فاجيب كتب مجعلصه كده كبيره مش مفهومه اصلا، واللغويات فيها صعبه، وكمان كتب مترجمه من الانجليزيه للعربيه، فهتلقى المصطلحات فيها مش كامله يعني. فطبعا كان الموضوع صعب، وتقرا انت مش قادر تحصل حاجه. يعني هو انت كنت بتربي نفسك، بس هو ده غلط، هيكرهك في القراءه او هيخليك مش عايز تكمل لحد ما يعني الحمد لله. هو كل حاجه في اولها صعب، فانت بتحاول مره واثنين وثلاثه، بتربي نفسك. يعني اول مره ما بتجيش معاك، ثاني مره ما بتجيش معاك، فبتبتدي بقى تتحايل على نفسك في زي ما بتعمل في الحاجات التانيه. خلاص انا مش هقرا يعني كتاب في اليوم ولا في الاسبوع، انا بس هقرا ايه، شوف كتاب كويس ينفع ليا كمبتدئ، ان هو هبدا فيه كل يوم كده 5 6 صفحات واثبتهم. فالخمس صفحات معاك بيجيبوا اصلا معاك، ما دام ما دخلت في مود القراءه بتبقى ساعات ال5 صفحات جابوا معاك ال10 صفحات. ولو فعلا الذهن مش مرهق مثلا في شغل او حاجه، ممكن انت اصلا الحاجه لو شدتك قوي هتلقى نفسك عايز تخلصها في يومين 3. يعني انا حصلت معايا في روايه اسمها ارض زيكولا. يعني دي من اوائل الحاجات اللي قراتها، قرات الجزء الاول وقرات الجزء الثاني، وكان في نهم بقى عندي بقى، انا خلاص عشقت الروايه اصلا. ثواني بس القطر هيعدي ونكمل. الحمد لله القطر عدى، يعتبر خلصت الكوبري ونزلت من غير ما احس. احنا بصور كده بس خدت 11 دقيقه الكوبري، ما علينا. المهم يعني ايه، فالحمد لله جيت الجزء الثالث بقى، كنت مستنيه على نار ارض زيكولا ده. طبعا بقى الروايات هي اصلا بتشدك كده كده، تبقى عايز تعرف القصه ماشيه ازاي، القصه بتشدك، بحط لك احداث بقى كتيره مثيره وبتاع. فبتلاقي نفسك يعني جيت في يوم والله يعني قرات، بدات فيها مثلا يوم التاني ما قدرتش اصبر، فاضطريت اروح اقعد بعد الشغل اتصلت على البيت قلت لهم انا مأخر ساعه يعني عندي مشوار، ورحت قعدت على قهوه وفضلت لحد ما خلصت الروايه، ما قدرتش اروح من غير ما اخلصها. فانا بقول لك يعني الايه اللي شاهد من الموضوع ده، ان الامر اللي الواحد اللي مخه خالق له صعوبه سبحان الله ليه طرقه. يعني ليه طرقه، يعني الواحد ممكن هيدور وهيلقى، يعني ما ييأسش في الحاجه اللي هي اول مره. بس ده مش موضوع، انا بتكلم برضه على الكسل. فطبعا لما رحت مشوار اسكندريه ورجعت لقيت نفسي ايه، سبحان الله، طب ما باقي الامور بقى، الحاجات المفيده اللي الواحد مأجلها دي، طب ما انت ضربت مشوار 24 ساعه رايح جاي سفر، وانا بقالي فتره كبيره ما سافرتش، انا بقالي اكتر من ما عملتش المشوار ده مثلا من سنتين. انا اخر خالص كنت بروح الشغل، اخر خالص بروح المركز او القريه بتاعتي يعني نص ساعه ساعه الا ربع، وبرضه ببقى تعبان. فليه كده؟ ليه المخ خالق حاله كسل وحاله رعب من انه يعمل اي مجهود زياده عن الطبيعي؟ فده يعني اللي هو ايه، نور معايا كده حاجه، ان انا احاول احط الامور في حجمها الطبيعي. لما يجي لي مشوار فجاه ما ابقاش مذعور كده واقعد ابقى قلقان وده ان ده هياخد منه، انا اصلا ما عنديش طاقه وبتاع. طبعا الانسان سبحان الله ربنا خالق يعني قوه جواه، فعلا فعلا هو الواحد مش مدركها، خالق قوه. والدليل ان الصحابه والتابعين شوف كانوا بيقيموا الليل كله وبيقوموا يغزوا الصبح. طب هم نفس البني ادمين، ايوه طبعا مع الفروقات، طبعا احنا مين وهم مين، بس اقصد الانسان لما يعرف الامور بشكلها الصحيح الموضوع بيختلف تماما. طبعا اتطرق للموضوع الثاني برضو عن موضوع الكسل، وهو ان
موضوع ماتش منتخب نيوزيلندا ده برضو من الحاجات، زي برضو لما الاهلي كان في كاس العالم اللي فات كده في امريكا، فضح الدنيا شويه معانا بصراحه. يعني الواحد حس ان هو لا مش يعني انا امبارح خلصت شغل صديق دراسه انتيمي ورن عليا كان عايز نتغدى بره مع بعض. طبعا ده مشوار مفاجئ بعد الشغل، فلقيت نفسي طبعا بعد النفسيه الحلوه الحمد لله ان طمنا على اخويا وخلاص النفسيه راقت، صراحه كان عايز بقى يرجع لطبيعته الاولانيه اللي هو ينطلق ويخرج تاني ويعيش الايام برغم الضغوط والمشاكل اللي في الحياه يعني. فسبحان الله رتبنا وخرجنا بعد الشغل مباشره، رحنا اتغدينا في المطعم، ما رجعناش غير الساعه 1:30. لقيت تليفون من اختي وجوز اختي، انتوا فين؟ تعالوا نتفرج على الماتش، ده الماتش خلاص قرب، الساعه قربت على 4، تعالوا نتفرج مع الماتش. احنا صاحيين يا جماعه، طب انا راجل عندي شغل الصبح وبتاع كده كده، كنت ناوي اسمعه بصراحه يعني عشان ما انكرش، بس ازاي ما اعرفش يعني. انا كنت ناوي قلت مثلا هنام اول الليل وبعد كده نروح نصحى على الفجر، نصلي الفجر ونسمع الماتش وخلاص ونطبق ونروح الشغل او ننام ساعتين قبل الشغل تاني. طبعا لما ده حصل خلاص اليوم اتضرب مفيش نوم، فتمام هنروح نسمع الماتش. اتفرجنا على الماتش وفرحنا الحمد لله وجيت كانت فرصه كويسه ان انا انزل، لان كان نفسي اعمل الموضوع ده بقالي اكتر من شهر زي ما قلت في اول فيديو، ان انا انزل كده رايق الصبح بدل ما كنت بنزل قبل الشغل ب 10 دقايق وربع ساعه. فانا عايز انزل انزل كده اتمشى براحتي، اغير الروتين حتى لو مطبق. فطبعا الموضوع ده عمل حاجتين، طبعا هو اهو مفيش حجه يعني انا مطبق ويعني يعتبر انا بلبس الشغل من امبارح، فايه ايه بقى ايه الحاجات الصعبه اللي الواحد مكبرها في دماغه دي ومش عارف يعملها او مأجلها. يعني ايه صلاه الفجر اللي انت بتقول بقى ايه لو نمت مش هقدر اقوم، ولو قمت مش هعرف انام تاني، ولو رحت الشغل وانا مش نايم كويس هبهدل الدنيا. طب ايه ما هو يعني انا شايف ان الدنيا طبيعيه. ايوه الواحد طبعا هيجي يسقط شويه وبتاع، بس قشطه فنجان قهوه هيظبط الدنيا ولحد ما نرجع نظبط نومنا تاني. بس ايه يعني صلاه الفجر كل الناس صاحيه اعتقد. انا يعني بعد الماتش على طول او اثناء الماتش شايف كل الناس اللي عندي على الفيس منزله بوستات اساسا اللي على الماتش. فالماتش فضحنا بصراحه، فضحنا جدا يعني، فضحنا في حاجتين: في علاقتنا طبعا مع ربنا دي الحاجه الاساسيه، وفضحنا في ان احنا عندنا قدره وان احنا نعمل اكتر من كده، بس يعني بندعي بصراحه الانهاك والكسل والارهاق وان احنا ما عندناش وقت ان احنا نعمل حاجات مفيده يعني. كان نفسي الخص الموضوع في اكتر من كده، وكان عندي كلام كتير اكتر يعني اعمق من كده كان نفسي اقوله، كان في دماغي بصراحه، بس هو بقى اللي جه في بالي ان انا اقوله الحمد لله يعني. فانا بقول لك يعني اهو انت اكيد في مواقف زي كده مرت عليك في حياتك، وانت لا قدر الله حصل لك ظرف وانت مش نايم ولا حاجه ولا وتعبان وراجع من الشغل ولقيت نفسك قضيت اليوم عادي. هو مش يوم والسلام على فكره، بس اقصد انت كده كده ايه الفحته دي مش هتتفحتها كل يوم. الحاجات اللي انت كمان مأجلها والحاجه المفيده اللي هتعملها مش محتاجه بقى كل الطاقه اللي انت مش محتاجه كل الجهد اللي انت فاكره في دماغك يعني. انا بقول لنفسي الكلام ده، فتشجعت. الموقفين دول بصراحه شجعوني ان انا ارجع وبقوه ان شاء الله. ان انا الحاجات اللي مأجلها في حاجات كتير جدا وطموحات واحلام وحاجات كتير نفسي اعملها لنفسي ولذاتي مأجلها بداعي ان انا ما عنديش وقت، وبحجه ان انا الحمد لله ان انا اصلا ايه عارف ادير حياتي وبيتي والحمد لله على كده. لا عندك حلم في دماغك او انا عندي حلم في دماغي، لا اسعى له، هو اهم. ايوه طبعا لازم تشوف شغلك وتشوف اكل عيشك وتشوف بيتك وما يبقاش ناقصك حاجه، بس اقصد ان الحلم بتاعك هو اهم يعني. لو انت بتدي طاقه مثلا 40% للشغل، انت المفروض تدي طاقه على الاقل خالص زيهم لحلمك، والباقي طبعا هتحاول توزعه على باقي الامور. فانا بفكر نفسي ان شاء الله. النزوله بتاع النهارده فرقت معايا نفسيا جدا جدا، كسرت حاجز كبير جوايا، لان فعلا بقالي مده نفسي اعمل الموضوع ده انزل بدري. فانا كان نفسي الموضوع ما يطولش اكتر من كده، عارف ان مفيش حد هيجي له طولة بال يتفرج على الفيديو ده، بس الفيديو ده هحب انا ارجع له يعني. لو حد كمله لحد هنا وفهم كلامي او فهم المقصد من كلامي هكون مبسوط والله، لان المعنى كبير قوي اللي انا اقصده، بس مش عارف انا عرفت اعبر ولا لا بسبب ان انا مطبق. وهروح ان شاء الله دلوقتي افطر ونقرا قراءنا الاذكار، افطر واستغل الوقت ونقرا الورد كمان ان شاء الله.
رجعنا تاني بعد ما رحنا جبنا الفطار الحمد لله. آه الجميل في الموضوع طبعا ان لسه الدنيا هاديه، الشارع فاضيه. الحاجه المختلفه برضو ان الواحد لما نزل الصبح بدري فماشي براحته. ووصلت يعتبر عند الشغل اهو، ماشي براحتي وكل حاجه. الناس مش مستعجله، الناس حتى اللي جايه برضو بدري زي حياتي كده ماشيه بهدوء. يعني بعيد عن باقي اليوم اللي هو اللي بقى طبيعي وزحمه وضغط وتوتر كده، تحس ان اليوم متوتر. فلما الواحد كان بيصحى على ميعاد الشغل على طول كان بيجي، للاسف كان بيجي طبعا جري جري بالعجله او بيجي عموما مواصلات بسرعه بسرعه واليوم بيبدا بتوتر يعني. فطبعا بيأثر، طبيعي بيأثر على باقي اليوم، طبيعي جدا. فالحاجه اللي بسطتني، الموقف البسيط اللي بسطني ان انا رحت اجيب فول زي معظم الايام من عند المحبب لقلب يعني، فول جنيدي المشهور عندنا في بني سويف. فطبعا احنا الصبح فمفيش زحمه، مفيش ضغط، الناس لسه بتبتسم في وش بعضها. فبصراحه ظبطني يعني، اللي هو بيديني كل حاجه تقريبا، اربع سندوتشات بس اداني حاجات كتير معاها يعني. طبعا باقي اليوم للاسف بتبقى الحاجات دي اغلبها خلصان. يعني لما باجي في ميعاد 9 ده بيبقى الدنيا بتبقى زحمه يعني ادالك حاجه او حاجتين زي الفل. لكن احنا على الصبح كده، الصبح كده في كل حاجه بقى، جرجير وفلفل وسلطه وحاجات كتير خالص والله. فده يعني موقف بسيط خالص بس سبحان الله، ظبط النفسيه يعني. تسلم ايدك. عايز شاي سكر زياده؟ تسلم. بس يعني اليوم جميل، اليوم جميل يا جماعه. والصحيان بدري مفيد جدا والله. يعني ان شاء الله ان شاء الله ربنا ما يقطعها عاده. هنحاول نعمل ده بحيث ان احنا نروح الشغل كده احنا نفسيتنا رايقه و100 100 ان شاء الله باذن الله. انا طولت جدا في الفيديو ده بس انا مبسوط مبسوط وعايز افضل كده اصور كل اليوم، طول اليوم عايز اتكلم واتصور. طبعا لما ببقى مطبق كده، مش عارف ايه دي، مش عارف، ملوخيه جت مع الجرجير. فلما ببقى مطبق كده بحس بسعاده يعني بصراحه. مش مطبق يعني، انا عشان بنازل بدري فالموضوع فرق في نفسيتي قوي بصراحه. فانزلوا بدري يا جماعه، اصحوا من النوم بدري نص ساعه ساعه مش هتفرق معاك في النوم. كده كده انت الواحد بيقوم بالعافيه. فتنزل بدري كده وتلقى الناس اللي حواليك بيبصوا لك نظره مختلفه. سيبك من الناس، بس انت هتبقى يعني، انت هتبقى مبسوط بنفسك. ونادر نادر جدا لما الواحد يحس الشعور ده. احنا اغلب الايام والوقت الواحد ما بيعملش حاجه غير انه بيجلد في نفسه، بيجلد في نفسه بس. ف نفسنا تستاهل ان احنا يعني نتعب عشانها شويه. الشاي جه اهو عشان ناكل بسرعه ونشرب الشاي ان شاء الله مع الاكل يعني. تعالى افطر معايا بقى، تعالى والله. تسلم. يعني بحب اشرب الشاي على طول بعد الاكل ان شاء الله. لا انا مش هينفع كده يعني، كفايه الفيديو كده. هو بعد تفكير كتير يعني بصراحه كنت ناوي اصور بقى اليوم، بس ما فيش حد هيستحمل يعني. هو انا المفروض يعني اوثق ده بنفسي يعني. بس انا لا يعني هكتفي ان شاء الله كده واروح استمتع بقى، لان التصوير بصراحه بيخليني منشغل شويه. الحاجات اللي لا انا هروح استمتع واحاول وانا فايق اعمل كل المهام المطلوبه مني بدري ان شاء الله باذن الله تعالى، عشان يبقى اليوم يبقى ماشي كده باذن الله تعالى كده على خير يعني. ايه لحد اخره يوم مميز يعني. هو يوم اقل ما يقال عليه الحمد لله بالنسبه لي يوم مميز جدا. والاجمل ان انا وثقته علشان خاطر كل ما انا نفسي عزيمتي قلت ارجع للفيديو ده ان شاء الله. يلا سلام عليكم.